السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا جاي لكم النهارده بفيديو مختلف جدا جدا عن الفيديوهات اللي موجوده عندكم في القناه. النهارده معانا حنه وعشا عروسه. اتفرجوا بقى معانا كده على الجمال وعلى الحاجات كده، كرتونه المانجا وكوسه وبطاطس وفلفل، وده كرومب هكشفه لكم اهون. وطبعا الزيت والسمنه، كشفت لكم الكرومب والزيت والسمنه. ده عيش ناشف، طبعا حاجات المطبخ، المشروبات والسكر، التوابل والملح والخل والكلام ده كله. طبعا كلكم عارفين الحاجات دي. ده حنة عروس عندنا كده ايه في الأرياف، بس حاجة كده مختلفة شوية. اهو السمنة البلدي اهي، كنا ناسيين نحطها وحطيناها. الشاي وكركديه ونسكافيه وقرفة وسحلب، المشروبات بتاعتنا. ده رقاق ناشف، يعني في عيش، بيبقى في طاولة عيش ناشف وطاولة رقاق ناشف. العصير طبعا عشان الناس اللي هتروح تزورها وكده، ومكرونة. وادي المنظفات، السلك والمناديل والصابون والبريل والحاجات دي كلها يعني. وادي الصابون، حاجات الحمام طبعا، الصابون والمعطر، كل الحاجات دي يعني. البتنجان، والبتنجان اهون، والطماطم والخضرة بتاعت المحشي، والجردل بقى بتاع الجبنة الحادقة بقى. وادي البصل والثوم. دي حنة رايحة للعروسة، الحنة هي يا حبايبي. مزوقينها كده على الصينية وخلينها كده بتبرق، وادي الشمع فيها ده بنولعه طبعا ما الحاجة بتخرج. والطيور بقى اوريكم الطيور اهي. الفراخ البلدي والبط البلدي طبعا متربين في البيت، حاجة كده ايه على اصولها، حاجة حلوة يعني. ادي الديك الرومي. كل واحد بقى ويعني ايه مقدرته بقى في العشاء ده يعني، حاجات العروسة. دي الطيور اهي اللي احنا جايبينها، هتروح للعروسة. طبعا ده بقى انا صورته لكم قبل كده، قلت اما اجيبه لكم تاني. والبتنجان طبعا كلكم عارفين الحاجات دي يعني، بس انا قلت ايه اشارك معاكم الحاجات دي، الفرحة دي يعني. كان عندنا فرح وكده، وقلت ايه اشاركه معاكم. السمنة البلدي والزيت والسمنة التانية، يعني دي حنة، ده مش العشاء بتاع العروسة كله يعني، ده جزء. ده جزء عندنا في الأرياف بيطلعوا حنة يودوها للعروسة وكده. فده جزء يعني كده من المفروض هو بيروح للعروسة. كده الحاجات بتاعتنا هي انا وريتها لكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوناش في لايك، واللي ما اشتركش يدخل يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا مننا كل جديد. ياريت تعملوا مشاركة للفيديو عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن. واستنوني تاني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.